الهواء ساكن، أضواء المخيم خافتة. توفيق جالس مع يوسف وعادل داخل الخيمة، الجميع في انتظار تفسير لما حدث. يوسف: أنت اختفيت فجأة وظهرت من غير أي تفسير. عادل: لو الموضوع صدفة، إزاي العلامة اللي على إيدك نفس اللي شفناها في النقوش؟ توفيق: مفيش صدفة في اللي حصل. الجميع ينظر إليه بتركيز. توفيق يأخذ نفسا عميقا ثم يتحدث. توفيق: السر اللي بندور عليه مش مجرد ملك ضاع اسمه، في حد مش عايزنا نعرفه من الأساس. في الصباح الفريق يتجه نحو آخر نقطة توقفوا عندها قبل اختفاء توفيق. يوسف يلاحظ نقوشا لم ينتبه لها من قبل. يوسف: استنوا، دي كانت هنا من الأول. عادل: البوابة لا تفتح إلا لمن يحمل العلامة. توفيق يضع يده فوق الرمز المحفور. فجأة تهتز الأرض تحتهم، يظهر مدخل حجري كان مخفيا بالكامل. توفيق: إحنا أقرب للسر من أي وقت فات. ينزل الثلاثة بحذر داخل السرداب المكتشف. الظلام يحيط بهم، الكشافات تكشف عن ممرات قديمة لم يمسها أحد منذ آلاف السنين. عادل: المكان ده كأنه متساب مخصوص لحد يلاقيه. يوسف: أو عشان ما حدش يخرج منه. في نهاية الممر باب حجري عليه نفس الرمز الموجود على يد توفيق. لحظة تردد، ثم يلمسه توفيق. الباب ينفتح ببطء ليكشف عن قاعة ضخمة. داخل القاعة نقوش تملأ الجدران، تحكي قصة الملك المفقود، لكن على أحد الجدران هناك تحذير واضح. يوسف: من يعبر هذا الباب لا يعود كما كان. عادل: تحذير ولا تهديد؟ توفيق: مفيش رجوع دلوقتي. في منتصف القاعة تابوت حجري ضخم، يقترب منه توفيق، لكن قبل أن يلمسه الجدران تهتز كأن المكان ينهار. يوسف: المكان مش مستقر، لازم نخرج فورا. عادل: توفيق سيبه تعالى. لكن توفيق يحدق في النقوش الأخيرة، عينيه تتسعان وكأنه فهم كل شيء في لحظة واحدة. توفيق: مش كل الأسرار لازم تتكشف. يتراجع سريعا، يركض مع يوسف وعادل. الصخور تبدأ في السقوط خلفهم، بالكاد يخرجون قبل أن يغلق المدخل بالكامل. الثلاثة يقفون أمام الرمال التي غطت المدخل، يتبادلون النظرات. عادل يلتقط أنفاسه. دلوقتي السر ده ضاع للأبد. يوسف ينظر إلى توفيق: ولا لسه عايش جواك؟ توفيق ينظر إلى يده، حيث العلامة بدأت تتلاشى ببطء، لكنه لا يجيب. الكاميرا تبتعد، الرمال تغطي كل شيء من جديد، وكأن شيئا لم يكن.